انا سعيد النهارده في ان انا بتكرم من بيتي واسرتي داخل نادي الزمالك، مجلس اداره، الساده الاعلاميين سواء من داخل النادي او خارج النادي. ان انا اخد شهاده تقدير منهم وان انا يعني موجود في مكتب رئيس النادي. ده بالنسبه لي يعني حاجه شايفها حاجه كويسه جدا. شايفها حاجه رساله لكل اللعيبه الصغيرين. شايف ان النجم الانسان المسؤول ليس داخل الملعب بس، بل داخل الملعب وخارج الملعب. اللاعب المتحمل المسؤوليه مش شرط المسؤوليه برضه داخل الملعب. لازم ان انت النهارده، انا عن نفسي شايف ظروف البلد رقم واحد حاسس بيها، رقم اتنين حاسس بظروف النادي بتاعي. في الاول وفي الاخر هي فلوس النادي مهما ادينا النادي شيء عمرنا ما نقدر نديله 1%، لان في الاول وفي الاخر مهما اللعيب بيدي للنادي هو فرد، لكن دي مؤسسه، في المؤسسه ليها حاجات كتير جدا، والنادي الزمالك خيره كتير علينا جدا. من خلاله خدنا بطولات افريقيا مع المنتخب الاول. رقم اتنين انجازات شخصيه بالنسبه لي، ان انا احسن لاعب عربي 2008 2009. اهم رقم 42 على مستوى العرب في الشخصيات المهمه. ان انا رشحت لاحسن لاعب في افريقيا، من احسن الاربعه لاعبين في افريقيا. من خلاله حصلت على بطولات افريقيا 2008 مع النادي. من خلاله احترفت وعليت اسم مصر اولا واسم ناديه من خلال نادي الزمالك هو الاعلاني. اكيد كل دوت من خلال نادي الزمالك، من اسم نادي الزمالك كبير، من تاريخه الافريقي، تاريخه المصري. مؤسسه كبيره. مهما اتكلمت عن نادي الزمالك مش هقدر ان انا طبعا اوصف لك قد ايه النادي ده كبير وقد ايه النادي ده عظيم. موقف النهارده هو ممكن يكون رساله لكل اللعيبه اللي هم الصغيرين اللي بينتموا لنادي الزمالك، ان يعرفوا ان المسؤوليه ليست بس داخل الملعب، لكن ممكن تحس بناديك ده جنب ناديك، لان في الاول وفي الاخر دي فلوس النادي وهو مدانا النادي كتير. فانا شايف ان ده حاجه يعني حاجه بسيطه جدا الواحد يقدر يعني يقدمها لناديه ويحس بمسؤوليه.